ايه يا جدعان الكابتن علاء عبد العال ده؟ يخرب بيت كده يا راجل. الراجل راصص اللعيبه في ارضيه الملعب ومحفظ اللعيبه تكتيك في ارضيه الملعب بشكل يخوف. اقسم بالله بشكل يخوف. هو طول عمره كده واحنا عارفين كل ده، والمدربين المصريين طول عمرهم اذكياء وبيلعبوا قدام الاهلي والزمالك والفرق الكبيره اللي عندها كواليتي عالي زي لعيبه الاهلي، بيلعبوا قدامهم بالشكل ده. ولكن انك تقدر تحافظ على التكتيك ده قدام النادي الاهلي 90 دقيقه، بصراحه تستحق ان التوفيق يلحقك وان التوفيق يجري وراك وانك تخرج بنقطه قدام كواليتي زي كواليتي النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي انا مش لاقي حد الومه. مدرب النادي الاهلي انا مش لاقي حد الومه. عندنا مشكله واضحه في الفينش. عندنا مشكله واضحه في الفينش بتاع اللعيبه اللي في الخط الامامي. اللعيبه اللي المفروض تكون حلول في التكتلات ما كانوش في افضل احوالهم النهارده. يعني محمد علي بن رمضان في المباراه ما كانش في احسن احواله، زيزو ما كانش في احسن احواله. آه، يعني انا بشوف ان بصراحه فريق المحله يستحق النقطه عن جداره واستحقاق بكل امانه اقسم بالله. وهارد لك لجمهور الاهلي، بصراحه انا حرفيا مش لاقي حد الومه. والله العظيم اللعيبه ما قصرتش. يا جدع اشرف داري شاط كوره من نص الملعب جت في العرض. فيعني تخيل انت كده هتلوم مين؟ احمد رضا نزل عمل مباراه، يعني انا ما كنتش متخيل ان هو هيعملها كده بعد اصابه محمد علي بن رمضان. فالمدرب عمل تغيير في اول الشوط الثاني اثبتت ان هو قاري المباراه من على الخط بشكل ممتاز. التغييره بتاعت عمر كمال عبد الواحد ونزول كوكا كباك شمال وترحيل كريم فؤاد كباك يمين، تغييره بتثبت ان المدرب واقف مركز جدا في ارضيه الملعب. لا لا لا، يعني بصراحه مباراه كانت ممتعه للفرجه. هارد لك لجمهور النادي الاهلي. مليون مبروك لجمهور المحله النقطه قدام النادي الاهلي. كابتن علاء عبد العال شابوه بصراحه. يعني انا ما اقدرش اقول لك غير كده لانك تستحق عن جداره واستحقاق النقطه انت وفرقتك. سلام.